اكبر. الله جول. حلوه رجال، رجال حلوه حلوه. أهلا بكم أحبتي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج الأسبوع الرياضي. أحبتي المشاهدين، الكرة العراقية تسير في نفق مظلم، فهنالك من يلقي اللوم على اتحاد الكرة، أما الجانب الآخر فيلقي اللوم على الكادر التدريبي والجهاز الفني بقيادة المدرب راضي شنيشل، وهنالك من يلقي اللوم على الاثنين معا. للحديث عن هذا الموضوع وهو الحدث الأبرز والأهم خلال هذه الفترة، لابد لي من الترحيب بضيف البرنامج النجم الدولي السابق وعضو اتحاد الكرة السابق الكابتن نعيم صدام. أهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا. مسرورين بحضورك كابتن ابو حسن، تلبيتك دعوتنا. تحيه اليك ولمشاهدي قناه الطليعه. الله يبارك فيك كابتن. يا مرحبا كابتن، اليوم اصبحنا نحتل المركز 120 في التصنيف العالمي، واكيد هذا التصنيف ما يرضي الجماهير الرياضيه العراقيه. قبل اجابتك خلينا نروح لهذا الاستطلاع نشاهده ومن ثم نعود. موضوع المنتخب الوطني والتداعيات الأخيرة والإرهاصات والحديث الكثير بالشارع الرياضي أنه ما العمل بعد الخسارة الرابعة، وبعد ما صار موقفنا صعب بالتصفيات. أعتقد اليوم الصورة واضحة لدى الجميع أنه الاتحاد قبل تصفيات كأس العالم كان متفق مع المدرب أنه يقود المنتخب الوطني ل3 سنوات، واعتقد الاتحاد كان على علم أنه موضوع التأهل لكأس العالم من الأمور الصعبة جدا، فلذلك من تعاقد 3 سنوات هو عارف ماذا يعمل. أكيد راح ينطي الفرصة الكاملة للمدرب أنه يعمل خلال 3 سنوات. الأهم أنه كيف نعيد الهيبة للكرة العراقية الآن. أعتقد موضوع التأهل لكأس العالم يحتاج لعمل أكبر من ما يقدم الآن. موضوع مو موضوع تغيير مدرب أو خلل مدرب، أو موضوع منظومة رياضية. كأس العالم تحتاج إلى عمل صحيح، تخطيط صحيح من المنظومة الرياضية. احنا عكس كل دول العالم نبني منتخب من خلال تصفيات كأس العالم، وانت المفروض يكون منتخبك مبني لتصفيات كأس العالم، وهذا الموضوع اللي هو هذا الخطأ اللي واقعين به احنا. لذلك اصطدمنا بقوة الفرق المنافسة، اصطدمنا بحقيقة وضعنا. فرحنا كثير بالإنجازات على مستوى الشباب والناشئين، وهي أشبه بأنه الطالب كان يغش وقت الامتحانات ووقت السنوات الغير منتهية، ومن وصل إلى مرحلة البكالوريا شاف الأمور صعبة عليه فلذلك رسب. وهذا موضوعنا، فرحانين بالإنجازات بالمستويات الأدنى، الناشئين والشباب والأشبال، لأنه احنا صراحة يعني إنجازات وهمية، وبالتالي من وصلنا إلى المستويات العليا ما قدرنا نجار الفرق الآسيوية. أعتقد أنه موضوع تغيير المدرب، أنا ضد تغيير المدرب، لأنه المدرب اتحاد تعاقد معاه ل3 سنوات، يجب أن يأخذ الفرصة كاملة. حتى بالنسبة لموضوع الكادر المساعد بالنسبة للمدرب، هو حر في اختيار الناس اللي تعمل معاه. اعتقد المسؤولية ما نحن فيه مسؤولية تضامنية بالنسبة للجميع، الاتحاد، المدرب، اللاعبين، المنظومة بصورة عامة. حتى الإعلام الرياضي اليوم مسؤول عن وضع المنتخب، لأنه الإعلام الرياضي أنطى صورة للجمهور للناس مو بحقيقة الوضع، مو بحقيقة وضع كرتنا. اليوم احنا كرتنا يحتاج لها كثير من العمل اللوجستي، البناء، المنشآت، الإعداد الصحيح، التخطيط، الدوري المنظم، كل هذه الأمور. وبعدين يلا نفكر نصعد الكأس العالم. كثير من الدول أفضل من عندنا إمكانيات مادية وبشرية وتحلم أن تتأهل كأس العالم، الوضع طبيعي جدا، لكن على المدرب أن يراجع أوراقه. لا زالت الكرة بالملعب، علينا أن لا نرمي المنديل، لأنه لا زال 15 نقطة في الملعب. 15 نقطة ممكن إذا مع التوفيق والنتائج الأخرى ممكن تكون أحد الثلاثة، ممكن كل شيء وارد بكرة القدم. صحيح وصلنا إلى قريب المستحيلات، ولكن ليس مستحيل بكرة القدم. علينا أن لا نرمي المنديل، لا زالت الأمور ممكنة وليست مستحيلة، ولكن علينا معالجة كثير من الأخطاء الفنية بالنسبة لعمل المدرب، والأخطاء الإدارية بالنسبة لعمل الاتحاد، بالنسبة للناس المحيطين بالمنتخب، الإعلام الرياضي، الكل. فيحتاج وقفة من الجميع حتى نعيد المسار الصحيح للكرة العراقية. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل ما تعرفون منتخبنا العراقي مر بإخفاقات
عديدة خلال هذه البطولة، بطولة كأس العالم، التصفيات المؤهلة لكأس العالم. احنا فريقنا جمع 3 نقاط من 5 مباريات. اتصور اني رأيي الخاص به نعطي الفرصة للكابتن راضي شنيشل لحد بطولة آسيا حتى تصير عنده صورة كاملة ويقدر يبني فريق. احنا بطولة كأس العالم بطولة قوية يحتاج لها مقومات عديدة حتى نقدر نصعد وننافس الكأس العالم. الفرق اللي معانا بالمجموعة سابقتنا بكثير امور، يعني خصوصا فرق القارة الآسيوية فرق متطورة جدا، فرق شرق آسيا. فأكيد أنا مع بقاء الكابتن راضي شنيشل وتغيير أسماء بالكادر التدريبي معه، وجلب مستشارين ومساعدين يعرفون الدوري العراقي وجميع خفاياه حتى يقدرون يستقطبون لاعبين جيدين للمنتخب ويظهر فريقنا ويقدرون يبنون فريق جيد الفترة الجاية إن شاء الله. شكرا جزيلا حبيبي. وسام طالب مساعد مدرب نادي بغداد. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا موضوع تغيير المدربين والكادر التدريبي المنتخب الوطني، هذا الموضوع اعتقد انه يعني جربناه في فترات سابقه وما جاب نتيجه. يعني اكثر من حوالي 5 مدربين فتره سنه ونص استلموا المنتخب الوطني بين اكرم سلمان ويحيى علوان وراضي شنيشل وغني شهد. اعتقد الاستقرار يعني مطلوب في كره القدم. مدرب مثل شخصيه راضي شنيشل ومثل تاريخ راضي شنيشل كلاعب وتاريخه كمدرب ونجاحاته مع المنتخب الوطني في مواسيه تشفع له انه يكون موجود في الفتره القادمه. صح انه احنا هناك عدم رضا على المنتخب وعلى اداء المنتخب، لكن الظروف اللي تحيط بنا كره قدم وكوضع كره قدم وواقعيه كره قدم، اعتقد الامور يعني هي امور تنعكس بالسلب على اداء المنتخب. يعني احنا في فتره 2007 مثال بسيط، كانوا اللاعبين نجوم يلعبون بافضل دوريات العالم، يعني او العفو افضل دوريات المنطقه، يعني كرار وسدير او محمد ناصر كانوا بالدوري الايراني، الدوري الايراني قوي بما فيهم نور صبري، والباقيين في قطر وباقيين في لبنان، وعندنا كان بليبيا سامر افضل يعني لاعب محترف بليبيا. اليوم نشوف اللاعبين بدوري بائس صراحه. يعني احنا رغم انه هذا يعني استبشرنا خير بهذا الدوري دوري عام، ونشد على ايد رئيس لجنه المسابقات والناس الموجودين الاعضاء صراحه خطوه شجاعه في جعل الدوري دوري عام، وهذا اكيد راح التطور بهذا الدوري راح ينتج لنا لاعبين ويؤدي لنا ارتفاع مستوى اللاعبين. نتمنى انه الامور تصير بشكل احسن الفتره المقبله. اما يعني الاراء اللي تقول تغيير الكادر المساعد للمدرب، صراحه هذا موضوع يخص المدرب وحده. يعني من يفهم اداء الكادر المساعد؟ من اللي يفهم؟ من القريب من اداء الكادر المساعد؟ المدرب هو اللي يقيم، يعني المدرب هو المسؤول عن هذا الموضوع. المدرب عاده يدور على ناس تفهم قريب من افكاره وتفهمه وتنسجم وياه، وهو يعني اذا يحس اكو خلل في مكان ما من حقه يغير. اعتقد انه الامور ان شاء الله يعني نتمنى او الامور ان شاء الله تكون طيبه، وخاصه لا يزال هناك بصيص من الامل في مسابقات تصفيات كاس العالم. يعني صار كره قدم ما بها مستحيل. نتمنى التوفيق للجميع ان شاء الله. كابتن، بعد ان شاهدنا هذا الاستطلاع نعود لسؤالنا بدايه البرنامج. اليوم التصنيف 120، هل هو مرضي؟ اكيد حاله غير مرضيه ولا تلبي طموح الجماهير الرياضيه ولا المتابعين للشان الرياضي كره القدم. حال وصول الى هذه المراتب الى 120 اعتقد حاله غير مرضيه مثل ما قلت، انه ولكن اعتقد بنفس الوقت هذه تخضع لمعايير كثيره. مساله التصنيف ممكن من خلال مباراه الفيفا داي ممكن اعاده تصنيفه. اعتقد يجب ان نركز على مساله الاداء الفني او قيمه المنتخب العراقي في مرحله التصفيات، ما قدم، شنو اللي ممكن أكيد يكون هو هذا اعتقد الاهم. لانه متى ما كان فريقنا قدم مباريات فنيا جيده، اعتقد المستقبل راح يكون مو هذا الرقم، ممكن نوصل لمراحل متقدمه بالتصنيف الدولي. انت شاهدت المباريات الوديه اللي نجريها، يعني احنا كلها يعني صراحه ما لها قيمه. انت تلعب في ماليزيا مع فريق الشركات الهندي، او مثلا مع نادي الاهلي القطري، او مع نادي استرالي درجه ثانيه في ايام الفيفا داي. هو هذا اقول يعني مساله بالنسبه للتصنيف، هذا اللي يحكم، من احد الاسباب اللي تحكم، بالاضافه الى البطولات الرسميه والمباريات الرسميه. جزء مهم منها مباراه الفيفا داي. احنا ما قاعد نستغل هذا الموضوع في مساله المباراه الفيفا داي.
العمل في المنتخبات الوطنية ما يقتصر فقط على المباريات، يقتصر على منظومة عمل كاملة. أكيد. هذه المنظومة الاتحاد، منها الإعلام الرياضي، تهيئة اللاعبين، الأمور الفنية، الكادر التدريبي، كل هذه إذا ما كانت الظروف مواتية ومناسبة لأنه فريقنا يظهر بالصورة الجيدة، أعتقد قادر. وما يعزز قناعاتنا أنه عندنا فريق جيد ومنتخب جيد، أنه عندنا لاعبين جيدين رغم الظروف الغير طبيعية. نكون واقعيين أنه ملاعب غير مؤهلة بنسبة عالية مثل ما نشوف دول الجوار، دوري غير منتظم، كثير من الأمور اللي حقيقة نفتقر لها. رغم هذا تلقى المنتخب العراقي في أوقات منتخب يظهر شخصية البطل، شخصية الفريق القوي القادر على أنه يقارع الفرق اللي هيئة ملاعب، هيئة ميزانيات ضخمة، هيئة كل الأمور اللي تأهلها أنه منتخبها يتأهل نهائيات كأس العالم. ويكون وين اليوم أنت؟ يعني اليوم أنت 4 خسارات من 5 مباريات، فزت فقط على الفريق التايلندي. اليوم أصبح إنجازا نفوز على المنتخب التايلندي ونتفوق عليه. لا، ما ممكن ناخذ هذه الامور. يعني 4 خسارات انت عندك. نعم 4 خسارات صح. احنا كل متوقع يمكن حتى لو نرجع للبدايه يمكن حتى كابتن الكادر التدريبي ما اريد اعتقد يمكن بدينا بخطوات صحيحه. نعم. اول خطوه حقيقه اللي انا ايد بها الاخوان بالاتحاد العراقي رغم كثير من السلبيات اللي نطرحها على عملهم، لكن من الامور الحقيقه اللي يجب ان نشيد بها هي مساله الاستقرار التدريبي. وهاي حقيقه المشكلة عانينا منها لفترات طويلة جدا في المنتخبات الوطنية، عدم الاستقرار على الكادر التدريبي. هسه كثير من المدربين شنو سبب عدم الاستقرار؟ غير سوء الاداء يا كابتن؟ مو فقط ما جاي لا تأدي ولا جاي يعني تحصد نقاط. كم سنة صار ما استقرينا على كادر تدريبي ممكن يحقق النتائج. مو الاختيار جاي يجي خاطئ يا كابتن، الاختيار خاطئ. الفترات كلها انت مقتنع بالاختيارات السابقة؟ هسه خلينا عن موضوع المدرب راضي شنيشيل. لا مو راضي. الاختيارات السابقة يعني نجيب أكرم سلمان بعيد عن، انا هنا احكي على بعيدا عن الاسماء والمسميات، انا احكي على خطوات معروفة بكل العالم تتبعها. انه انا مسألة الاستقرار التدريبي على معطيات من الاستقرار، انا من كادر على مدرب جيد. هذا اللي اقوله انا، انه انت العمل الحقيقي والعمل الصحيح اللي تعمل به كل دول العالم انه تستقر على الكادر التدريبي. من اهم مميزات او خطوات عمل الناجح انه تستقر على الكادر التدريبي، تنطي فترة 4 سنوات، وممكن ورا ال4 سنوات انت على انه انت عندك قناعات كامله بهذا الكادر التدريبي يوصلك الى طموحك. نعم. تدي وياه خطوات، يعطيك المنهاج خلال 4 سنوات شنو اللي ممكن نقدمه. انا اقول الاتحاد بدا بهاي الخطوه الجيده، انه مع الكادر التدريبي وقع 3 سنوات، واعتقد هاي خطوه ايجابيه. بعيدا عن الاسماء، بعيدا سواء كان راضي شنيشن وكان ممكن يكون اول مدرب اكرم سلمان او كابتن يحيى او الكابتن حكيم شاكر. وشفنا حكيم شاكر يمكن فتره طويله مع المنتخبات، شفنا الاستقرار التدريبي ساهم نوعا ما في انه نحصد بطولات، ان يكون منتخبنا له حضور قوي بالمشاركات العربيه والاسيويه، وكان عندنا حضور قوي في هذا الموضوع. اعتقد انه مساله الاستقرار التدريبي من اهم العناصر اللي ممكن تخلينا نوصل بخطوات، لكن هاي الخطوات تتبعها خطوات مقومات اللي ممكن تنجح العمل ماله. أكيد. منها الامور الماليه، الاداريه، الاعلام، الدعم الاعلام، كثير من الامور. كابتن الاعلام هاي اللحظه ما قصر بدعم المنتخبات أكيد الوطنيه. ولاحظت انت حضرتك يعني الاعلام خلال فتره البطولات يعني حتى السلبيات يشخصها وما يتحدث عنها حتى ما ياثر على أداء المنتخب الوطني ونفسيات اللاعبين. بالتأكيد الإعلام دائما ما هو العامل الرئيسي أكيد في مسألة دعم لاعبين المنتخبات الوطنية وكل الإنجازات. هو الإعلام هو الشريك الحقيقي في الإنجاز، وصوت الجمهور الرياضي الإعلام يا كابتن. أكيد هذا على أن ما نوصل ما نستمر نجامل على حساب الأخطاء، على حساب مثلا سوء إدارة ملفات الكرة العراقية. الناس المشاكل اللي جاي تصير بالمنتخبات الوطنيه واضحه، اصبحت واضحه حتى للجمهور الرياضي كابتن. اكيد واضحه هاي الامور، من حق الجمهور، من حق الاعلام انه يطلع عليها ويطلع الناس عليها. أكيد. لكن الامور الفنيه في بعض الاحيان هناك امور يجب ان تختص بناس اللي مختصين في هذا الموضوع. أكيد. يعني الامور الفنيه لا يمكن لي او لغيري انه اجي انا اتدخل بها او انطي راي. ممكن هذا الراي مو ملزم بحكم الاختصاص مالي، مو ملزم. لكن يعني يجب ان يسمع الراي كابتن، تشخص الامور وتطرح، وبالتالي يكون القرار الكادر التدريب والناس المعنيين في هذا الجانب.
كابتن، هنالك من الإعلام جمهور رياضي الناس المختصين الفنيين يلقون الكرة في ملعب الاتحاد، يقول لك اتحاد الكرة نتيجة سوء إدارته، التخبطات اللي يمر بيها، هذا اللي وصلنا إلى هذا الحال. هو شوف، هذا اللي نعيشه حقيقة، واقع كرة القدم هو نتيجة. نعم. نتيجة مو يعني وليدة اليوم، نتيجة لمرحلة سابقة. نعم. يعني حتى عدم جاهزية اللاعبين، صعوبة أداء المنتخب الوطني، كل هذه عوامل، منظومة عمل. هي قلت أنا بداية حديثي، منظومة العمل تكون من الاتحاد، لاعبين، مدربين، بالإضافة للإعلام، الفنيين المعنيين في توصيل الفكرة أو مراحل الإعداد. مقتنع بإدارة ملفات الكرة الحالية صراحة؟ مو لأن أنت بالاتحاد السابق ويحسب لك أنه تصريح يحسب عليك أو كذا. لا إطلاقا. أنا قلت في بداية حديثي أنه خطوة تحسب للاتحاد أنه توقيعه مع كادر التدريب لمدة 3 سنوات. مو من يقول أنه وضع نفسه في عنق الزجاجة، أنه الكادر التدريبي صحيح الجمهور الرياضي طالب به، لكن ما شاهد في الشيء يعني من الكادر التدريبي. لا، مسألة المشاهدة أنا قلت لك هاي القناعات، بما أنه الاتحاد هو اللي تولى قيادة دفة كرة القدم العراقية، هو اللي يتحمل مسؤولية اختياراته. نعم. هو اللي يتحمل. احنا ممكن ننتقد، نشخص بعض الأخطاء، لكن القرار اللي يتخذه هو الاتحاد. مسألة وقلت أنا يمكن أشد على إيده مسألة التعاقد 3 سنوات. تعاقدت على حساب النتائج مثلا. أنا أشوف مستوى المدرب، مستوى الفريق خلال هذه الفترة ماكو بالعالم أوقع معاه سنة ومن ثم لا، مو صحيح هذا. أجدد العقد. احنا دائما هذا نخطوه، بس هو هذا مو صحيح. نعم. مو بالضرورة هذا الصحيح. الصحيح انه تمنح الفرصة الكاملة. كل الدول العالم اللي تعمل انه تمنح مدرب فرصة كاملة 4 سنوات، كل العالم مشت هذا المنهاج. نعم. يمكن بس احنا الان اصبحنا بالعراق بين ظلت الفرصة بعد بس نخسر ويا تايلاند بالإياب بملعب. لا ما عندنا يا كابتن احنا. لا اعتقد صراحة انه شنو ادائنا، شنو مستوانا. ما راح يبقى المنتخب يعني يبقى بهذه المسيرة. اعتقد انه شاهدنا منتخبنا في التصفيات الاولى منتخب ما كان منتخب اللي حقيقة فنيا مقنع، انه حتى وان كان تأهل على مستوى ثاني بعد ما تفوقت منتخب تايلاند. لكن في المرحلة الثانية اعتقد انه المباراة الاولى مع فريق استراليا ايضا نوعا ما الظروف كابتن هم اخطاء. نعم. وفريق دخل بنفسية منهزمة. الظروف اللي حاطت بالمباراة الاولى مع منتخب استراليا ما كانت مؤهلة انه يكون منتخبنا ممكن نبني عليه طموح يجار المنتخب الاسترالي. والمباراة الأخيرة مع المنتخب الإماراتي مقتنع بالأداء صراحة كابتن. أنت لاعب دولي عبرت المباريات يمكن مال اليابان. احنا جاي نشخص ذن المباراتين ونرجع. راح نرجع لليابان. نسلسل بهن يكون أفضل يعني حتى للجمهور الرياضي يفتهم أنه نرجع لمباراة اليابان. اجتنا مع مباراة السعودية. أعتقد شفنا بمنتخبنا يعني منتخبنا كان قدم مباراة رائعة جدا مع الفريق السعودي، وكنا قريبين جدا من الفوز. كابتن الدقيقة 60. نعم. بعدين سلمنا زمام الامور بيد المنتخب السعودي. انا هسه ما اريد، انا مو هنا محل دفاع عن الكادر التدريبي او بقدر ما انه اني اشخص امور فنيه. شنو يعني السبب الامور الفنيه باعتبارك انت نجم دولي سابق ان المباراه بعد الدقيقه 60 راحت من ايدينا امام المنتخب السعودي؟ هواي كثير من الامور، من ظروف المباراه ما تعرف شنو اللي كان بيها. انا اعتقد حتى في مباراه كان يمكن خروج حتى على الملعب الافتراضي ملعبك، بس خروج على عبد الزهره ومهدي على اعتقد كان له دور مؤثر انه ينزل لاعب وسط مهاجم. ليش انزل مدافع خامس يا كابتن؟ مو انت جاي تسلم زمان يعني تحاكيني بالامور الفنيه لو نسولف مكان راضي. يعني هاي الامور الفنيه هو الاقرب عليها. انا ايش قد هسه احنا اختصاص بهذا الموضوع. نريد رؤيتك كابتن. هو انا اللي اقول انه بعد ما يمكن حتى بمباراتنا مع السعوديه بعد خروج مهدي كامل من منطقه الوسط. نعم. اللي كان هو يمكن محور محطه للمنتخب. أكيد. كان من خلاله ممكن فريقنا ينتقل من الحاله الدفاعيه للحاله الهجوميه. نوعا ما اثر، اضافه لانه شفنا يمكن الحاله البدنيه ما كانت بالصوره. يعني من الامور انا حتى مع كابتن راضي شنيش الحقيقه تحدث بها، قال لا اللياقه البدنيه جيده. انا رايي الشخصي انه اللياقه البدنيه كانت مو بالمستوى اللي كانت مع جونزالو. اعتقد جونزالو كان أفضل عامل ايجابي جدا في وجوده بالمنتخب الوطني. اعتقد هذا الموضوع وجهه نظر الشخصيه بعيده، ان كان قريب ممكن انطي اكثر دقه. أكيد. لكن من خلال المباراه لاحظنا يفقدون التركيز في الدقائق الاخيره لاعبين. هذا شفنا هالموضوع. اجينا حتى على مباراتنا مع اليابان، شفنا فريق اليابان ضد الفريق الياباني، فريقنا من اروع ما يكون. يعني اخطاء تحكيميه وخطا
خسارتنا ويا اخطاء تحكيميه، وكان فريقنا رغم الخساره لكن شفنا الرضا من الشارع الرياضي، من الناس المعنيين الفنيين، كل الوسط الرياضي اشاد باداء المنتخب الوطني اكيد، وامام فريق الياباني اللي اعد العده لانه دائما ما يكون متواجد في نهائيات كاس العالم. والكل يعرف شنو مقتنع المنتخب الياباني بمستوى في هذه البطوله صراحه، سواء المنتخب الياباني او الاسترالي هم اقوى فريقين بالمجموعه، يعني نفس مستوياتهم السابقه كابتن؟ شنو اللي يتغير يعني؟ تغيروا بأدائهم يعني صراحه احنا اصبحنا يعني نواجه اسماء، نعم اسماء يعني اسماء هسه هم اللي صعدوا اللي نزلوا مستوياتهم يعني ما اعرف. هسه هم اليابان يعني صار 6 بطولات هم متواجدين كاس العالم حاليا. هذا المنتخب الياباني نفس المنتخب اللي كان يلعب بالتصفيات السابقه ويتاهل وكذا، نفس 30 لاعب عندهم و30 لاعب بالدوري الانجليزي والدوري الالماني، لكن مستواهم الفني مو نفس المستوى. ليش تقول مستواهم فني؟ ليش ما تقول ليش ما تقول مستوانا ارتقى؟ الناس الفنيين المختصين جايين. ليش ما تقول مستوانا ارتقى انه نجاريهم؟ احنا ما كنا قبل نوصل الى حد مقنع بالمستوى مع المنتخب الياباني، لكن مباراتنا مع المنتخب الياباني مستوانا كان مقنع جدا، وكنا قريبين جدا على انه نحقق ابسط ما يكون هي نقطه من الفريق الياباني، وكنا نجاريهم بالمستوى. والهدف اللي صار كابتن مو نتيجه اخطاء ايضا؟ طيب اكيد المباراه اكيد نتيجه اخطاء، انه المنطقه هاي اللي ممكن هي دائما ما تكون لاعب متواجد على الكرات المرتده الساقطه ما كان موجود، وهي هي كره القدم. خطا دفاعي هو علينا في هذه. شوف استاذ مناضل، احنا حقيقه كرياضيين علينا مهمه وكاعلام أن نوصل للناس البسطاء، الناس المحبين للرياضه وكره القدم، انه كره القدم مو فقط فوز، كره القدم فوز وخساره، خصوصا باداء. اخذ بالاداء. احنا مع اليابان يعني اليوم انت تقول ما اعترضت الناس، صحيح ما اعترضوا، لكن ليش اعترضوا على مباراه؟ اعترضوا على مباراه الامارات. انا اقول ناسنا عاطفيين. لا المشاهده اداءنا مو نفس الاداء، لا مو نفس الاداء اللي كان مع فريق السعودي او فريق الياباني، مو نفس الاداء، ولا حتى مع المنتخب التايلندي من تفوقنا عليه 4. اداءنا قل. شوف حتى اصبحت الاصوات كثيره اللي تنادي انه بالتغيير، يعني في وقت من الاوقات قبل هاي المباراه ما كانت هناك اصوات انه تدعي للتغيير وتدعي. يجب ان نوصل صوره للجمهور للناس انه ما نتعامل بالفعل ورده الفعل. اليوم لعب فريقنا زين، لازم نكون احنا كنا وياه وكنا ويا الكادر التدريبي. اكو خطه موضوعه انه هذا العمل. ومسألة التغيير ومسألة البناء تحتاج وقت. كابتن حتى عدم الثبات على التشكيل، انت لاحظت المباريات اللي ينزل بها مهدي كامل كصانع لعب او مهاجم ثاني للخلف مستوى الفريق يتغير، ما لاحظت هذا الشيء؟ المباريات اللي ما ينزل بها مهدي كامل يكون حبيب زكاة الاحتياط، يمكن هذا فنيا. هذا دور من هذا النوبات المباراة، بعض المباريات شفنا مباراة اليابان مع السعودية مباراة قريبة بعد 5 أيام، يعني هنا تحتاج حالة الاستقرار. لما تكون المباريات بعيدة بعض الشيء بعد شهر، هنا المدرب راح يصير عنده مستجدات. نعم. اللاعب اللي يصاب، اللاعب اللي ممكن الاسلوب يتغير عندي في المباراة من فريق الى اخر. انا ما ممكن مثل مع الفريق الياباني العب نفس الاسلوب مع الفريق التايلندي. هناك مع ادوات. الفريق الاماراتي يعني مع الفريق الاماراتي انت بحاجه للفوز يعني، لكن انت لعبت من اجل الخساره حتى مو من اجل التعادل. لا اللاعبين شاهدناهم صراحه تايهين بارض الملعب كابتن. انت لا تنسى احنا عنصر مهم هم نوصله للناس، انه انت دائما فاقد ميزه كبيره، انه اللعب على ارض الخصم. دائما انت بتلعب بدون جمهور، بدون. وشفنا الجمهور ايش قد له دور في مساله تحفيز اللاعبين وتهيئتهم، عامل مهم جدا احنا نفقده بهاي هاي السنوات. كابتن من ايام اللي انتم تلعبون ما لعبتوا على ارضكم، هم قدمتوا. شنو السبب؟ كان المدرب يزرع الثقه بيكم؟ لا شوف شنو اللي يتغير يعني صراحه؟ هي كل حاله دور الجهاز الفني، كل حاله بها ايجابيه وسلبيه. مثل هاي الحاله انه السلبيه انت تفقد جماهيرك، لكن هناك صارت نزعه عند اللاعب العراقي وروحيه نقدر نقول لها، احنا نسميها بالعاميه الغيره. نعم. لكن ولدت هذا البعد الجماهيري عن اللاعب، ولدت عندنا روحيه
الاصرار، روحيه القتال، روحيه هاي اللي ليش ما موجوده هسه كابتن؟ لا موجوده. وينها يعني؟ عشان شاهدناها المباراه. شوف احنا هاي مباراه هذا الموضوع كان شاهدناها بمباراه استراليا يا نعم. كابتن. احنا نتعامل، شوف نتعامل، ارجع واقول ما نريد نتعامل بالفعل ورده الفعل. يعني الاداء الفني من يكون مو مقنع هذا واضح للجمهور الرياضي. اتمنى الحكي هذا يكون على مباراه اليابان. الاخطاء الفنيه كابتن. نعم. مباراه ما زلنا نتذكرها، مباراه العراق وكوريا الشماليه. نعم. تبديل خطا صح الكابتن هاي كرة القدم عدنان برجال. صح. بدل نعيم صدام لاعب الارتكاز. صح. نزل كريم سلمان المدرب المساعد الحالي نعم. لمنتخبنا الوطني. نعم. من طرف سعد عبد الحميد. صح. قلبت المباراة علينا هدفين. هي هاي كرة قدم اخطاء مؤمنين بها. شنو هاي الاخطاء الفنية؟ انت ليش ما تتحدث عنها؟ ها انا قاعد اقول لك هي كرة القدم اخطاء، او الفريق احنا ما نقول لهم فقط على الجمهور. لا ابدا صراحة اليوم الناس تريد. لا انا تريد نتيجة. انا ما لقيت اللوم على الجمهور ولا على الاعلام، بالعكس انا قلت انه الجماهير عاطفية من حقها، لان كرة القدم هي المتنفس الوحيد للعراقيين حاليا. انا وياك الموضوع، والاعلام دائما ما هو مساند وداعم لمنتخباتنا الوطنيه، بس اقول انه يجب ان الكل يعرف احنا وين حدودنا وشنو الخطوات. هسه انا ما اريد ليش وين حدودنا؟ شنو اللي ينقصنا احنا؟ شنو ينقصنا؟ مبالغ ما موجوده؟ اسمح لي انا اقول لك، المبالغ اللي ترصد للوصول لنهائيات كاس العالم ما تقاس بالمبالغ البسيطه جدا بالنسبه يعني هسه انا اجيب لك على سبيل المثال معلومه مليار و200 يعني حاليا مليار و200 او مصروف على المنتخب. اذا احنا صار في مليار و200 في دول اخرى صار في مليارات. نعم. على نسبه التاهل وما وصلت يمكن للتصفيات الاولى. هاي المقاييس واحنا اذا بقينا على هالمستوى ما راح نوصل، لان انا قرأت تصريح الرئيس الاتحاد الهندي يقول نخطط للتاهل لمونديال قطر 22. طبعا يخطط حق كلمه يعني أنا كلمه جميله انه يخطط. احنا هم ايضا بدينا قلت لك الاستقرار خطوات احنا كنا نفتقدها، مثل بناء البنيه التحتيه، الدور العام، احنا من اهم الاسباب الدوري. نعم. هو شلون ممكن يجيني لاعب جاهز المنتخب الوطني اذا كان دوري ضعيف غير قادر على ان يخلق لي لاعب يكون بمستوى عالي انافس به الدول الاخرى. اذا ما كان عندي دوري قوي منين اجيب هذا اللاعب اللي ممكن يوقف للمنتخب الوطني؟ نعم. اذا ما كانت عندي ملاعب تاهلني انه تصنع لي هذا اللاعب. يعني هسه كم ملعب للانديه عندك صالح؟ شوف وين ملعب؟ ولا ملعب عندك صالح؟ ولا ملعب؟ الملاعب الدوليه ملعب كربلاء، ملعب المدينه، ملعب كربلاء بس ارضيه، ملعب المدينه الرياضيه بالبصره، ملعب كردستان. لا تحكي هذا ترى مو الحكي هيك. اكو خلل بالبنيه التحتيه كابتن طبعا، وهذا يلقى لهم ايضا على ادارات الانديه. طبعا ادارات الانديه. يعني انت اليوم هاي المشكله بدال ما تعقد مو فقط توقع لك عقد مع 3 محترفين اجانب ب $750,000 مثلا. صح. او $800,000 اهل ملعبي. هذه مسؤوليه الكل، يعني مسؤوليه الانديه والوزاره والاتحاد الجميع، انه يعني خطوه من الخطوات. هسه النادي لا يأهل ملعبه، الاتحاد شو له علاقه به؟ لا مو عنده ميزانيه. ممكن ميزانيه خلي موسم انا ما جاي احقق. من الممكن انه الاتحاد يطرح الان موضوع ممكن اي نادي بعد سنتين كل الانديه اللي تشترك بالنخبه اللي ما عنده ملعب نعم يتسع الى نقول 10,000 5,000 متفرج، ما راح اسمح له من نادي سنتين انه يكون بالنخبه. خلاص انت بعد الزمت الانديه انه الموسمين. زين انت كاداره نادي ليش ما تطور يعني؟ هو ابو النادي ليش ما يطور؟ اكو انديه تسعى واكو اولويات. كابتن يا ريت المحترفين اللي يجيبوهم، احنا ما نريد ندخل غير موضوع، لكن هذا اثر ايضا على فرص اللاعبين الشباب بدورينا. المدربين المحترفين، اللاعبين المحترفين شنو مستويات؟ مبالغ جاي يصنعون فارق؟ مو اغلى من اللاعب العراقي. مو اغلى؟ ايش قد يعني؟ مو اغلى من اللاعب العراقي. اللاعب العراقي اغلى من اللاعب المحترف الان. أنا عندي معلومة من أروقة نادي الكهرباء أنه 3 محترفين جو نادي الكهرباء ما استقبلهم كابتن نعيم صدام، مستواهم ضعيف. عندنا لاعب واحد فقط ومستوى ومبالغ بسيطة جدا يعني جبنا. نعم. اللاعب العراقي ايش قد عقده تقريبا؟ عقود كل تعرفه يعني لاعبين الانديه الجماهيريه وصلت ل 300 و400 يعني مبالغ. وما مسوين البنيه التحتيه مالته. هو قلت لك يعني هذا الموضوع انت ما تقدر تجبر النادي لانه اكو جمهور، اكو ضغط يريد نتائج، هاي كلها حاسبيها الاداره. والله الجمهور اذا شاف ملعب مشرف للنادي اكيد يعذره. خلي هالموسم الزوراء ما ياخذ الدوري، لا يفوزون بالدوري، خلي يحتلون. صعب
جماهير ما تقبل. واليوم احنا جماهير ما تقبل انه نريد نبني البنى التحتيه نهيئها، والموسم هذا الاخر قلت انا وانت هذا جاي تتعاقد، لا جاي تحقق نتائج ولا جاي تسوي بنى تحتيه. هذا اللي اقول، انه الوزاره ممكن تتعاون، الانديه، الاتحاد ممكن يصدر قرارات من الوزاره والاتحاد. قلت لك انه هذا ممكن بعد سنتين 3 مواسم اي فريق ما عنده ما راح اخليه يشترك بدور النخبه، تضطر الانديه انه تخفف من عقودها او تخلي لها في الصيغه اقتصاديه او برمجه، انه كيف ممكن انا خصص جزء من الميزانيه، خلينا نقول 70% للبنى التحتيه، نعم. 30% للمشاركه. صعبه يعني كابتن؟ ممكن مو صعبه. كابتن نرجع لموضوعنا. هنالك قلنا من يلقي اللوم على اتحاد الكره، هنالك من يلقي اللوم على الكادر التدريبي، يقول لك قله خبره في هذه الفتره، نحتاج راضي شنيشن نجم قدم للكره العراقيه، لكن يحتاج الى مستشارين او نحتاج الى مدرب يعني اكفأ من راضي شنيشن، مدرب. هنالك من يقول مدرب محلي، هنالك من يقول مدرب اجنبي، هنالك من يطالب بتغيير المساعدين. المساعدين هو منو اللي يعرف عملهم؟ المدرب لو الناس اللي خارج اسوار المنتخب الوطني؟ هاي مسألة طبيعية جدا بالتعاملات او تعامل كرة القدم، انه نعم. المدرب هو الكادر التدريبي، هو مسؤول عن كادر التدريب، أكيد. هو اللي يجيبه. لكن انا اعتقد انه للكابتن راضي شنيشي الكل اجمع انه الكابتن راضي شنيشي رغم السيرة اللي يمتلكها مع مسألة تدريب في قطر، نعم. حصول على دوري مع نادي الزوراء، اكيد مسيره حافله بالانجازات بعض الانتكاسات في الفتره الاخيره مع نادي الشرطه، مع نادي قطر، اخفاقات واكو نجاحات. زين. رابع اسيا، كثير من الامور. مسيره مدرب اكيد مليئه بالاخفاق والنجاح، لكن في عمر التدريب اعتقد انه كابتن راضي شنيشي مر بمرحله وكانت تجربه اعطت ثمارها بالمنتخبات الوطنيه. مساله المستشارين اللي كانت من قبل الكابتن نزار اشرف ويحيى علوان في آسيا كانت تجربة ناجحة جدا. يعني شفنا ونزلناهم مدربين بعدين فشلوا بالتدريب. أنا أحكي على يعني مو معناها أنه الفكرة، أنا ما أحكي على أشخاص. نعم. أنا أحكي على فكرة كفكرة مستشارين. فكرة مستشارين، وهاي الفكرة يعني مطروقة صار لها هواي. يمكن شفنا مدرب كارلوس البرتو استعان بزاغولا اللي هو كان لاعب واخذ كأس عالم قبلها وقعد يمه، ونفس الشيء شفناه مع كارلوس البرتو مع سوكولاري. نعم. سكولاري يدرب المنتخب ايضا وساعد قاعد معه. متى ما لقينا هاي التوليفه يعني بدون مشاكل، بدون تناحرات بين المدربين، وفق قناعه المدرب الرئيسي اكيد كابتن. يعني المدرب هو يختار المستشارين بكل تاكيد، يعني جزء المدرب هم راح يختار ناس هو اكفأ منهم. يعني سوينا ما سوينا شيء مثل ما اختار المساعدين. لا ما اعتقد. لا يعني اليوم الاصوات تتعالى نغير المساعدين. المنتخب الوطني مهمه كبيره ما تخضع الى انه مزاجيات. يعني كابتن راضي شنيشي ما وافق راضي شنيشي، كابتن راضي شنيشي ما وافق على ذول المستشارين. بس من يجيبهم؟ هو راح يجيبهم، هو يجيب مستشارين طبعا. بعد من يجيب يعني يحيى علوان، كابتن يحيى علوان ونزار اشرف. على شنو يحيى علوان ونزار اشرف؟ شنو الاسس هم مدربين الكابتن راضي شنيشي وجو مساعدين. شنو الاسس اللي يختار على ظهر؟ ونزار اشرف كان مساعد الاخر فتره، لكن هو يقول مستشار صراحه. مستشار. هسه المهم انه هو موجود من ضمن الكادر اللي ممكن به خدمه للمنتخب الوطني. مو مع الكابتن عبد الامير ناجي وقدم، يعني عبد الامير ناجي جاي يشخص الرجل يقول لك انا اعطيك الامكانيات مال اللاعبين. انت شلون عرفت كابتن يشخص والكادر الاخر ما يشخص؟ لا احنا ما موجودين. شغله علمي يعني الناس دا تشوفه ينطيك حتى جري اللاعبين بالملعب، امكانياتهم، مساله رقميه. ممكن ممكن هاي الامور استاذ مناضل اصبحت الان اجهزه ومجسات ممكن هاي تنطيك اياها الاحصائيات ورا المباراه ب10 دقائق تجيك الاحصائيات كلها. نعم. هاي موجوده يعني. نعم. بس الاستشارات او خوض غمار مثل تصفيات كاس العالم تحتاج الى ناس داخله هذا المحترف، داخله. نعم. الى كيف التعامل مع المباريات، كيف التعامل مع الجمهور، كيف التعامل مع كثير من الامور. يعني مو فقط فنيه، ترى الامور مجرد انه انا داخل الملعب ساعه ونص حتى شلون اادي. نعم. قبل هاي الساعة ونص تحتاج إلى عمل كبير جدا. المسائل النفسية، دور الإعلام، دور الناس اللي محيطين بالمنظومة الفريق. نعم. كل هاي الأمور هي تساعد على أنه تحصل النتيجة أنه فريق يؤدي ويعطيك النتائج اللي ترغب بها أنت. ترغب. نعم. فلا ما أعتقد أنه مدرب أو كادر تدريبي ما يريد النجاح أو ما يريد ناس تعينه.
نعم. في مهمة لكن يعني المنتخب هذا الوطني. موضوع انه المدرب يختارهم، هذا عليه اكثر من علامة استفهام. خلينا نكمل الاستطلاع الاخر. من اللي يختارهم؟ خلينا نكمل الاستطلاع الاخر ومن ثم بالنسبة لمنتخبنا الوطني، منتخبنا الوطني جاي عنده عناصر الشبابية جاي يزج بيها، والكادر التدريبي بالنسبة للراضي نيشن اعتقد يراد له وقت المناسب اللي يبدي به كلاعبين، كي يزج اللاعبين الشباب على مود ما نغير كل فترة كادر تدريبي أو مساعدين أو لاعبين. فإحنا بالنسبة للمدرب راضي شنيشر راد له وقت على مود منتخبنا الوطني يلعب وكرة قدم. صحيح الخسائر وصحيح النتائج السلبية، بس مهما ما يكون منتخبنا منتخب جاي يلعب لعب حلو ولعب جماعي وهذه، بس يراد الوقت الكادر التدريبي. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم. يعني مثل ما تعرف الانتقاد يعني من الشارع الرياضة على المنتخب الوطني، الحمد لله وشكرا. هاي كرة القدم الكابتن راضي كابتن كفو، كابتن يعني غني عن التعريف، والملاك التدريبي أيضا اللي يشتغل مع الكابتن راضي. الجمهور إن شاء الله يعني نريده من يما يصبر على الكابتن راضي، لأن الكابتن راضي يعني ظهر بطولات سابقة، يعني قدم المنتخب بشكل جيد. إن شاء الله يعني يحقق نتائج جيدة مع المنتخب الوطني بقادم الوقت إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بالبداية مثل ما تعرف انه المنتخب الوطني واجهته مطبات كثيرة وحصلت تغييرات طبعا، والشارع الرياضي واغلب الرياضيين انه عرفوا الخطأ، والخطأ انه مع بقاء مع تغيير المدربين، يعني مثل ما تعرف هذه يحصل تخبطات وعدم الاستقرار على التشكيلة. هذه يؤدي الى أسباب كثيرة، منها عدم التركيز، عدم الاستقرار، خربطة الأمور الفنية. طبعا أنا مع بقاء الكابتن راضي، والسبب يعني مثل ما تعرف أنه أغلب الفرق الخليجية وأغلب الفرق الأوروبية أنه هي عندما توقع مدرب توقع لمدة 5 سنوات أو 6 سنوات لكي يبني جيل. مثل ما تعرف كابتن راضي طلع لاعبين شباب أول مرة يظهرون بالمنتخب. أتمنى أنه من الشارع الرياضي والإخوان بالاتحاد أنه يساندون كابتن راضي بهاي المهمة الصعبة. يعني مثل ما تعرف مهمة المنتخب صعبة، والمنتخب الوطني بهاي الفترة جاي يمر بظروف صعبة، ولازم على الجميع انه يقف بجانب المنتخب الوطني. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بصراحة الموضوع المنتخب احنا كنا متأمين كرياضيين، موضوع انه التغيير او البقاء على الكابتن راضي شنيشن. بصراحة انا مع او ضد، يعني مع البقاء الاستقرار المنتخب. تعرف كابتن راضي يمكن مدرب محترف، مدرب كبير، يعني شخص متطور جدا، لكن اذا تكون تغير المدرب الا بحاله واحده، يعني انا هذا رايي يعني متواضع. اذا يكون تغير المدرب الا تكون تستقطب يعني مدرب كبير باسمه بعطائه بشخصيته. لكن احنا اذا تكون تغير مدرب طبيعي مثل هواي مدربين اجانب جو الفريق ما اضافوا شيء للمنتخب، انا برايي يكون كابتن راضي هو الافضل للبقاء عليه. كابتن راضي من المدربين المحترمين، من المدربين المحترفين، لكن اعتقد هو يعني ما اخذ الوقت الكافي، ممكن ما اخذ الوقت الكافي بالتدريب حتى يطلع على مستوى اللاعبين. اكو اخطاء كبيره طبعا مو بس فقط، يمكن افضل مدربين العالم هم يكونون مستواهم الفني والتدريبي بسيط، لكن يكون عندهم مساعدين هم سبب نجاحه سبب يكون يعني يوصل مرحله عاليه بالنتائج هم المساعدين. ممكن تغيير المساعدين، ممكن مدير الفريق انا ممكن اكون وياك بهذه الصوره، لكن المدرب لا. انا مع احترامي كلهم اساتذتي وكلهم مدربين كبار، لكن هو كابتن راضي هو يمكن نمبر 1 بالعراق. يعني انا رايي يمكن كلاعب يمكن اشتغلت وياه واشوفه، يعني اشوف هذا الشيء اشوفه انا، بس ممكن مساعد او مش الفريق ممكن تطور. ممكن انا برايي ممكن نشأت اكرم، ممكن اكو لاعبين ممكن تستقطبهم، يعني ممكن يضيفون للكابتن راضي ان شاء الله. واتمنى كل التوفيق منتخب الوطن. كابتن، مثل ما شاهدنا بالاستطلاع انه الجميع يطالب بالاستقرار على كادر تدريبي بغض النظر عن الاسم. يعني مسألة من الطبيعية، يعني الناس المختصين وكل دول العالم الآن أصبحت من الدول حتى المتخلفة أصبحت تشعر أنه حالة استقرار بالكادر التدريبي من الأهم العوامل اللي ممكن توصلك للنتائج الطيبة. هاي حالة أصبحت قلت مثل كل الدول تتبعها. لكن مع موضوع المستشارين انت تقول يعني المدرب يختار المستشارين، هذا الموضوع اعتقد عليه علامة استفهام. لا بالعكس، انت حالة توافق مطلوبة.
انه تكون انت بين المدرب وبين يعني الناس اللي يعملون معاه خلافات شخصيه او كذا اكيد. بين يعني المدرب. انت ما ممكن انه اني اجيب مستشار يعمل بالنقيض. انا احتاج يعني توافق واحتاج راح تجيبه يعني اكيد يفوق المدرب سن، اكيد له علاقه طيبه معاه. من الطبيعي يعني. انا من اجيب لكن انت اختار مستشار وخذ رايه بيها مجال، يعني انه ذولا كذا وكذا، لكن مو انت اختار للمستشارين ومو مساعدين حتى يختارهم. لا حتى المستشارين انا هو المستشار شنو ممكن ينطيني راي وممكن ياخذ به المدرب او ما ياخذ به. عليك انت تعطي الراي بحكم خبرتك وبحكم عملك وبحكم علميته. هذا ما راح حتى المستشار اللي ممكن راح يستخدم الكادر التدريبي اكيد معروف من قبل الوسط الرياضي، يمتلك امكانيات. لجنه المنتخبات، انت كنت عضو باتحاد الكره السابق كابتن، يعني الحقيقه اخوان الصدد اذا احنا المدرب يعني انا تمنيت حقيقه انه حتى تمنيت اخواننا بلجنه المنتخبات انه يطلعون للشارع الرياضي والرأي للإعلام والمعنيين انه وفق اي شيء تعاقدنا 3 سنوات مع كابتن راضي شنيشل. انا اعتقد كابتن راضي شنيشل اول ما استلم مهمه المنتخب الوطني كان تصريحه واضح، قال انا راح احاول انه اصعد بالفريق لكن ما انطي ضمانات انه منتخبنا راح يتاهل. واسعى الى ابني فريق جديد. هل صحيح انه نبني فريق خلال التصفيات؟ هذا مو صحيح بهيك مرحله حاسمه. هذا مو صحيح، لكن انت كجهه متعاقده او كاتحاد تقود كره القدم يجب ان تقف امام هذا الموضوع. حتى انا ممكن تنطيني مساله 3 سنوات شنو راح تعمل لي به؟ اكيد تصفيات كاس العالم، بعد عندك اسيا، عندك بطوله الخليج، وين اهدافي بيهن بهذني؟ لكن هو اعتقد هذا تصفيات كاس العالم احنا لانه اسيا يعني لانه بطوله الخليج ما لها كل قيمه، لانه الان نعيش الحاله التصفيات نشوف كل متوجه الى التصفيات والنتائج، لان هذا انا حدث كابتن. اكيد انا قلت لك المفروض عندنا رؤيه مستقبليه. نعم. خصوصا اللجنه الفنيه، الناس اللي تقود كره القدم العراقيه لازم تكون عندها برنامج واضح مع المدرب. اللجنه الفنيه تقصد ام لجنه المنتخبات؟ لجنه المنتخبات او اللجنه الفنيه، سواء اي لجنه. يعني لجنه المنتخبات ما جاي اشوف دورهم صراحه. قلت لك هو هذا الموضوع حنبيه يعني جزء من المنظومه. الكره كانت لجنه المنتخبات لها دور؟ لا ما كانت فعاله حقيقه، يعني ما كانت. يعني كابتن فقط كان كابتن ناجح. ممكن هاي الامور تناقش من قبل اعضاء الاتحاد. كل اعضاء الاتحاد. طيب احنا ليش مشكلين هاي اللجان ونظام داخلي يقر على صلاحياتها وواجباتها شكليه؟ الكل يعرف شكليه، كثير من الاخوان اللي موجودين بها يعني ما شفناهم طلعوا بيوم عندهم مناقشات مع الكادر التدريبي، وضحوا للشارع الرياضي مسيره المنتخب الوطني، شنو الخطه اللي وضعت مع الكادر التدريبي لمده 3 سنوات، وين طموحاتنا، وين شنو اللي ممكن نوصل به. هنالك من يقول انه مجرد يحافظون الناس على مخصصاتهم اللي ياخذوها من اتحاد الكره، لان هي اللجنه الوحيده فقط اللي باتحاد الكره اللي تتقاضى مخصصات. يمكن تعرف هذا الموضوع. سبق ان تحدثنا بهذا الموضوع انه نعم. يمكن اللجنه الوحيده لانه تضم اكاديميين، دكاتره، مدربين كبار، لكن اعتقد من الامور الغير صحيحه الغطاء الشكلي للاتحاد. نعم. الامور غير صحيحه انه تمنح فقط لهذه اللجنه مبالغ ماليه عن اجور عملهم وتتغاضى عن اللجان الاخرى. اعتقد هو عمل متكامل، يعني عمل منظمه كامله، ما ممكن منظومه كامله تاخذ جزء تتعامل وياه والجزء الاخر لا هم جاي يتحملون مسؤوليه يعني امام الجمهور الرياضي. اي لجنه المنتخبات اختارت المدرب، لجنه المنتخبات كذا. هاي الكل ولو كانت ما صارت شكليه، ما صارت يعني صارت موضوع جديد. اصبح المواضيع هاي القديمه اللي كل الشارع الرياضي والمتابعين يعرف هذا الموضوع. كابتن دكتور جمال صالح طبعا تحياتنا له تصريح بهالصدد، يعني موضوعنا يقول انسوا موضوع التأهل إلى روسيا، لكن شنيشل لا يصلح إلا للقضاء على آفة التزوير. كابتن موضوع التزوير موضوع أصبح آفة تأكل اللاعب العراقي، المنتخبات الوطنية العراقية. الدكتور جمال صالح حقيقة أستاذنا وصاحب فضل في مسيرته الرياضية وحتى على الكابتن راضي شنيشل. نعم. أشرف على تدريبنا في المنتخبات الوطنية، من الأسماء الكبيرة جدا لخدمة المنتخبات الوطنية، وحقيقة انه ممكن يكون هو خير عون الكابتن راضي. وجهة نظر الشخصية انه ممكن يكون من العوامل المساعدة الكابتن راضي. ما يقدر يشتغل على هالتصريح، يقول لا يصلح الا للقضاء على آفة التزوير.
لا يمكن هذا الجزء انا نعم. ما اعرف وين صرح هذا الموضوع وما عندي معلومه به، واعرف انه الدكتور جمال من الاشخاص المتزنين، يعني ما ينطي لكن يعني هذا تصريح فني ما له علاقه، هو ما شان فد هجوم مثلا على راضي شنيش. لا مو شان هجوم، انت الان تقول لا يصلح الا للقضاء على التزوير. يقول لك انا لراضي شنيش اكثر من مره استبعد لاعبين، قال ذول اعمارهم كبيره بالفئات العمريه، جاي يقدم هاي المنتخبات لان يفوق عمر اللاعبين اللي جاي يواجههم. من تجيب المنتخب الوطني راح يشوف اعمار مقاربه المستوى. وآفة التزوير هي مو وليده اليوم، يعني من اول مشاركه العراق شارك بها قبل بال 74 مساله التزوير مرافقه. يعني شلون المرض اللي اذا ما تعالجه من البدايه يستفحل. هو الخطا اللي حقيقه اللي وقع بالكره العراقيه، انه هاي المرض كبر عندنا. نعم. بعكس الدول الاخرى. الدول الاخرى اللي كانت معانا حاولت تقلل من هذا الموضوع. نعم. احنا بالعكس عندنا زاد. نبحث عن الانجاز في هذه اكيد الفئات للتغطيه على فشلنا في المنتخب الاول. لا صراحه لا المنتخب الاول مسألة منتهية، يعني هم عندنا إنجازات. وين الإنجازات؟ يعني ليش عندك غير إنجازات؟ إنجاز آسيا 2007 شنو اللي 2007 عندك 22 تحت 22 أخذنا آسيا. لا كابتن اترك الفئات العمرية تحت 22، اترك الفئات العمرية، احنا نريد الإنجاز للفريق الأول. هذا هو نتيجة التزوير، نتيجة هاي الأخطاء الآفة اللي أصبحت الآن بزيادة مو بنقصان. الدول الأخرى نشوف هسه الآن قطر، الأردن، كل الدول المجاورة. نعم. الزور كانت في مراحل سابقة أو أعمار كبيرة، الآن أصبحت تقلل يعني نسبة التزوير. قضت عليها تقريبا. الآن في قطر أعتقد ودول أخرى قضت على مسألة التزوير، مثل اليابان، كوريا الجنوبية، أصبح التزوير قليل جدا أو معدوم. المنتخب جاي عدوا ال 22 غير هؤلاء اللاعبين. نعم. عندك هاي المعلومة؟ نعم. هذا الفريق وعد والآن يشارك في بطولات وخالي من التزوير. حتى هذا المنتخب الأولمبي الأخير نسبة التزوير قليلة جدا به. كابتن يعني هسه احنا لاعبين اللي نقول عليهم منتخب المستقبل، تتوقع يقدرون يلعبون بالتصفيات الاخرى مال المونديال قطر؟ ولعبوا وخلي يلعبون. هذا ايش قد راح توصل اعمارهم؟ هذا اشوف هذا الموضوع عطائهم. يمكن هسه الدكتور جمال من اطلق هذا التصريح ممكن بنتائج ايجابيه للمستقبل. يقول لك راح يجيب لاعبين شباب يستقطوا، يعتمد على لاعبين شباب، يعتمد يبني المراحل المقبله، والخطوه لا تعتقد ما بها خسائر، يعني راح تكون على حساب النتائج، على حساب يعني كل مسألة تغيير أو نعم. بناء تحتاج إلى تضحيات. مو تخسر بلاعبين عمره 29 سنة المنتخب المستقبل كابتن. بالتصفيات هم بالتصفيات هسه قد اعتزلت أنت عمرك؟ أنا؟ إي 34. 34 يعني وكنت بقمة العطاء يعني صراحة. يعني هاي تعرف هواي اكو أمور، يعني أنا ضد مسألة أنه يحدد اللاعب بعمر، يعني يمكن عطاء ال 34 أو لا الناس تحتاج لاعبين خبرة، تحتاج لك 2 3 يعني حتى بهذا المنتخب تحتاج إلى قائد ليدر الفريق. ما عندك صراحة، مع اعتزازنا بنجم على عبد الزهر لاعب. مسائل التقديرية أعتقد هو الكادر التدريبي هو اللي يقدر مدى أهميته لاعبين خبرة، وجود لاعبين خبرة ممكن يعوضون عن الآخرين. أعتقد هاي المسائل التقديرية لا يمكن لي أو أي إنسان يقدرها غير الكادر التدريبي الموجود اللي لكن هم عندهم خبرة 29 سنة كبار يعني 29 28 لاعبين. لكن الاحتكاك بمنتخبات الفئات العمرية ما أعتقد يضيف لك في هو قلت لك هذه المنتخبات هاي المنتخبات والموجود الآن هو نتائج، يعني مو نتائج لسنوات لعمل سنوات سابقة. يعني المنتخب موجود، الأعمار الكبيرة اللي نتحدث عليها هي نتيجة تزوير سابق وصل للمنتخب هو بهذا الحالة. نعم. كابتن الدولي السابق أحمد كاظم تحياتنا إليه، طبعا يقول لدينا محترفين فقط بالاسم، يعني يقول مستواهم أكو مقارب لمستوى اللاعبين المحليين، لكن ترويج لهؤلاء اللاعبين. رأيك بهالموضوع؟ لا أعتقد مو صحيح، أنه كثير من اللاعبين مميزين، يعني ما حد ينكر على ياسر أنه من اللاعبين المميزين. أحمد ياسين لاعب مميز، جستن لاعب مميز،
يعني اغلب حتى لاعبين الان ضرغام علي عدنان يلعبون في افضل لا، الدوريات. احنا ما يقصد على لاعبينا اللي انطلقوا من نعم. الملاعب العراقيه. منتخب العراق هو منتخب عراق، منتخب لكل العراقيين سواء يلعب بالعراق او خارج العراق. اللاعب لكن المميز المستوى لاعب يعني اللي قصدي بخدمة اليوم انت من تستقطب لاعب منتخب الجزائر، المنتخب التونسي، غيره مبين المنتخب المصري يعني جاي يستقطب لك لاعب يعني واضح يعني هذا اللاعب مستوى فارق عن اللاعبين المحليين. لكن احنا صراحه مو ذيك الفوارق، يعني انت قلت يعني جستن قدم، احمد ياسين بعض الشيء، ياسر قاسم استبعد. هو هذا المدرب، هذا من اللي يقيم المستوى؟ المدرب يعني قال انا بروه نوري راح افاجئ به المنتخب الاماراتي، بروه قدم، تدخل رئيس وزراء، تدخل وزير داخليه، جابوا البروه وقدم ولعب. قدم 7 دقائق مو بدايه، هو يمتى اجى المنتخب؟ يعني صار له 10 سنوات، اسبوع اجى المنتخب، قبل اسبوع اجى المنتخب وشاف لعب مباراه تجريبيه، نزل مباراتين، نزل يعني تجريبيه، لازم ينزل اساسي مباراه 7 دقائق يسوي شيء 7 دقائق يكشف عن مستواه. كل اللاعبين الجدد اللي يجون يقعدون احتياط وبعدين ممكن يتدرجون حتى ممكن ياخذ مكانه الاساسي والرئيسي. كل التدرج الطبيعي للاعبين. 7 دقائق تطلع على مستواه في منتخب يعني خسران، مو 7 دقائق، مو هاي 7 دقائق كبدايه، ممكن تكون كبدايه. كل اللاعبين احنا لعبنا 3 دقائق و4 دقائق بدايتنا بالمنتخبات الوطنيه، وبعدها كل من ثبت استحقاقه واخذ مكانه الطبيعي. لكن كنت معروف يتابعون مبارياتك بالدوري المحلي وكذا. انت هسه الان احنا نسولف على مهدي كامل وعلى ياسر وعلى سعد عبد الامير، كلهم جيدين، لازم ذول كلهم يلعبون؟ يعني لازم كل الفريق اللاعبين الجيدين ينزلون؟ لكن احنا حاليا 23 لاعب لازم كلهم يلعبون؟ احنا مقتنع عندنا لاعب صانع لعب حاليا بمستوى اللاعبين القدامى؟ مسائل تختلف، ما يعني كأداء لا يمكن المقارنة. وين صانع اللعب صراحة؟ لا يمكن المقارنة بين الأجيال، يعني كل جيل اعتقد باعتزال نشأة أكرم يعني ما عندنا صانع لعب. نشأة اسم قدم ومقدم للكرة العراقية الكثير، لكن أعتقد أيضا لاعبين موجودين قادرين على أنه يقدمون. كملوا المسيرة اليوم. نعيم صدام مثلا جا غيره هم كمله. قصي منير الاخر فتره يشبه طريقه لعبك طبعا، اكيد خشن تلعب، قصي من اللاعبين المميزين وقدر تصير نزاعات في ارض الملعب للعبك الرجولي. اساليب كل من عنده اسلوب بالعمل يعني بالاداء، الهجمه. نعم. انه تفلش الهجمه مال الخصم. اكيد كل لاعب عنده ميزه. قلت لك انا يعني ذول اللاعبين اللي قلنا ما حد يختلف على انهم مستوياتهم جيده جدا. ياسر، سعد عبد الامير، مهدي، امجد عطوان، كثير من اللاعبين اللي بروه، كلهم لاعبين مميزين. بس نعم. من اللي ممكن يخدمني؟ من اللي ممكن يوظف افكار المدرب داخل الملعب؟ هاي المسائل من اللي يقدرها؟ مو اني. المدرب اللي متواجد بالتدريب بالمباراه الوديه يشوف مدى تطبيق الامور اللي مطلوبه منه. ذاك الوقت هو راح يكون له مكانه محجوز ومكانه موجود بالمنتخب الوطني. اكيد. طبعا رئيس اتحاد الكره الحالي الولا عبد الخالق مسعود يقول يعني ما معناه انه مو من حقكم تطالبونا بالتاهل لمونديال روسيا، لان يقول لا وضع امني يسمح ولا امور ماليه تكفي، واضافه الى حالات التزوير التي يعول عليها بعض المدربين في بناء المنتخبات الوطنيه لتحقيق الانجاز. قل له انت شنو اللي قدمته لهم؟ يعني اعتقد مو من حق اي شخص انه يلغي طموحنا. هو نعم. هذا اعتقد اذا يعني حالات التزوير وين كافحتها يا كابتن؟ قل له وين اللجان اللي شكلتها؟ اذا هو مصرح هذا التصريح اعتقد تصريح غير موفق نعم. جدا. رئيس اتحاد كرة قدم يقول هيك، هذا الحديث اعتقد ما مقبول، لانه دائما الطموح موجود. حتى واحنا في الان نسبة الطموح نقول قليله، لكن الطموح لا زال عندنا موجود ونسعى مثل ما شاهدت بالاستطلاع. نسعى كرة قدم. هاي كرة قدم لا تؤمن المستحيل. نسعى ونبقى كل اسلحتنا وكل الامور اللي ممكن نحصل هذه النقاط راح نسعى لها. كادر تدريب يعني داعمين. يوم 29 بهذا الشهر راح تتقابلوا رئيس الاتحاد الدولي مع وزير الشباب والكابتن حسين سعيد انه لرفع الحظر ولو الجزئي عن الكرة العراقية اذا هاي التصريحات. شنو الجدوى؟ نقول له لا تروح بعد. المشكلة ما اعرف انا، يعني الاخوان يعني من الجيد انه تحاول، من الجيد من الامور الجيده انه تحاول تسعى رفع الحظر. لكن اكيد انت اذا تصرح ايش تصريح اقول لك يعني ليش رايح؟ ليش الطالب؟ لكن هي حتى المحاولات محكوم عليها. نعم. محكوم عليها انه مو بالفشل، محكوم عليها انه
صعوبة كبيرة جدا في مسألة رفع الحظر، لأنه الكل يعلم أنه إذا حاولت ترفع الحظر يجب أنه تكافح ما عندك شنو الأمور اللي ممكن تساعدك في مسألة رفع الحظر. نعم. يعني حتى الإخوان من يرحون، تمنيت أنا حقيقة أنه يكون كل الناس اللي ساهموا في مسألة رفع الحظر السابق يكونون موجودين، حتى يكونون داعمة قوية للسيد الوزير من أخذ حسين سعيد أو وملا عبد الخالق. تمنيت انه يكون معهم استاذ ناجي حمود، لانه ايضا فتره طويله عمل مع الاتحاد علاقات وعنده ويمتلك علاقات، وقدر مرحله من المراحل يشيل الحظر في رئيس بغداد. الاتحاد الاسيوي اللي انطيته صوتك البحريني خليه يساندك، قالوا متصل بي وزير الشباب والرياضه بهذا الصدد. ما راح انا اقول لو لك منح الاصوات اقول لك هاي الامور كلها ما راح تكون مؤثره. بالعكس اكو دول يعني تطالب او تعمل على بقاء العراق بالحظر. كل الدول يعني انت اليوم المنتخب السعودي اذا تجيبه يلعب وياك هنا، كل دول الجوار، كل دول، لا تعتقد احد من دول الجوار او الدول اليمنى يكون عامل مساعد لك في مساله رفع الحظر. كابتن، قبل ان ننهي الحديث معاك، يعني خلاصه الحلقه نقول من هو السبب في هذا الاداء الضعيف لمنتخبنا الوطني في هذه الفتره؟ الاتحاد، المدرب، اثنين هم شركاء بهالموضوع باختصار يعني في دقيقتين. انا اقول الكل، بس الاداء انا ما اعتقد على الاداء انه كان ضعيف، اداء افضل من السابق، لكن نتائجنا ما تلبي الطموح. كاداء قيمه فنيه اعتقد منتخبنا كان موجود في كل مباراه حظ، كانت اكو هويه للمنتخب العراقي، لكن النتائج ما اجت وفق ما نتمناه. نعم. انا اعتقد المباراه المقبله راح فريقنا يكون اقوى واشد من ما شاهدناه في التصفيات الاولى لنهائيات كاس العالم ان شاء الله، ونتمنى نشاهدك ترشح للانتخابات الجديده لاتحاد الكره ان شاء الله. اشكرك ناوي ترشح لو ما ناوي كابتن؟ الله كريم في وقته ان شاء الله تبين له ان شاء الله. شكرا لك كابتن. شكرا لك استاذ. الله يبارك فيك. بالتأكيد أحبتي المشاهدين وصلنا معكم إلى الختام، وفي الختام هذه تحياتي أنا مناضل الساعدي وتحيات كادر البث بالكامل. إلى اللقاء في حلقات قادمة، دمتم وفي أمان الله وحفظه.